من ساعات قليلة أو ربما يعني يوم أو يومين تم ضبط شحنة كبتاجون لجنسية إحدى الدول بتمنها كام بقى 4 مليار جنيه. جنسية إحدى الدول ديت مش عايزة تسيبنا في حالنا، عايزة تدمر شبابنا، بتجيب لهم الكبتاجون، بتجيب أو هي عايزة يعني بتوزع من خلال بلدنا لدول تانية، الله أعلم. بس هي ليه يعني بتعمل كده جنسية إحدى الدول؟ الكبتاجون ديت معروف إن هو بتاع جنسية إحدى الدول اللي أولها سين. فيعني يا ريت يخفوا عننا شوية، لأن احنا الشحنات اللي اتظبطت قبل كده برضو بتاعت جنسية إحدى الدول كانت قيمتها 4 مليون. 4 مليون ده كان في شهر 8، احنا دلوقتي في شهر 12. الكمية دي جاية تمنها 4 مليار، وجايبينها بقى في ايه، في العدد وماكينات خراطة وحاجات زي كده، قال يعني مستثمرين وحركات زي كده يعني. فطبعا احنا يعني بنشكر وزارة الداخلية وأبنائنا من رجال الشرطة اللي هم صحيين الحمد لله، ويعني عليهم أعباء جامدة ومجهود كبير جدا جدا جدا. لأن طبعا اما جنسية إحدى الدول ديت شغالة علينا بالشكل دوت، يعني في من شهر 8 كان الكمية اللي جالبينها 8 مليون، دلوقتي بقى 8 مليار. يعني واضح ان هم عمالين بيصعدوا. فيعني طب يعني اهو يعني يرجعوا بقى بلدهم جنسية إحدى الدول، كفاية علينا احنا كده بقى. يلا نشكر رجال الداخلية.